السلام عليكم متتبعي قناة قفطان جلابة تراند. اليوم جبت لكم تشكيلة رائعة ديال الجلابة المغربية. موديلات متنوعة. كاين مجموعة ديال الموديلات ديال جلالب دو بياس. كاين جلالب مخدومين بالراندا، كاين كذلك جلالب مخدومين بالثوب ديال الكريب، كاين مخدومين بالثوب ديال المليفة. يعني موديلات متنوعة وراقية. كنتمنى ان شاء الله هاد التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نبقى ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال الجلابة والقفطان المغربي. كاين مجموعة كما قلنا ديال الموديلات بزواق معلم، بالراندا، بالطرز الرباطي، اخر ما كاين في الموديلات ديال الاثواب وحتى ديال الخياطة. للإشارة في هذه الموديلات للاستفادة والتعرف على آخر ما كاين في الموضة المغربية، لا من ناحية الخياطة ولا من ناحية الأثواب. كما كتشوفوا هذه جلابة مخدومة بالثوب ديال الكريب ومطروزة بالطرز الرباطي ومخدومة بزواق المعلم. يعني الخدمة ديالها كتجي راقية ورائعة. كتجي في الثوب ديال المليفة الا كانت مليفة سامبل، وكتجي حتى في الثوب ديال الكريب. يعني الاساس خاص يكون الثوب سامبل باش كيبان فيه الطرز ويتبان فيه حتى الزواق، يعني الا درتي لها الزواق. يعني الخدمة ديالو كتجي راقية. هذه حتى هي بالثوب ديال الكريب مخدومة بالطرز الرباطي من عند الكمام ومخدومة بزواق المعلم. هذه جلابة حتى هي مخدومة بالثوب ديال الكريب، الفصالة مخزنية مخدومة بزواق المعلم. الخدمة ديالها كما كتشوفوا الكميمات كيجيو مبطنين، كيجيو مبطن، كدير ليهم الثوب ديال الستان. هذه الثوب ديال الكريب، والتحتاني راه الثوب ديال جاكار مزوق، كيجي حرير. الفوقاني مخدوم بالراندا. يعني الخدمة ديالو كتجي راقية، خدمة خفيفة. هذه حتى هي جلابة مخدومة بالثوب ديال الكريب، والتحتاني بالثوب ديال جاكار مخدومة حتى هي بالراندا خفيفة. يعني موديلات راقية ورائعة. كما كتشوفوا الموديلات ديال هاد الجلالب هادو دو بياس. كاين موديلات بالطرز الرباطي بزواق المعلم. كنتمنى ان شاء الله التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. كما قلنا هاد الموديلات راهم للاستفاده والتعرف على اخر ما كاين في الموضه المغربيه. يعني راه ماشي للبيع. يعني كتكونوا فكره مثلا الا كنتي باغا تحطي شي جلابه، راه كتفرجي في الفيديو، كتشوفي الموديل اللي عجبك كتسكرينيه وكديه للخياط، كتقولي ليه مثلا دير لي هذا الموديل هذا. يعني كتسهلي عليه وكتسهلي على راسك، يعني بلا ما تبقاي تقلبي على الموديلات. يعني كتمشي يعني عارفه شنو واخده. حتى من ناحيه الثوب تا هو راه كتكوني فكره على الاثواب اللي خارجين وكتختاري الثوب اللي عجبك. راه كتمشي عند مول الثوب كتقول ليه تعطيه غير الصوره وهو كيجبد لك مثلا الموديل ديال الصوره. كاين هذه جلابه مخدومه في الثوب ديال المليفه، مخدومه بالبرشمان، يعني مخدومه بالليد. الخدمه ديالها راقيه ورائعه. يعني بحال هاد البرشمان حتى هو راه كيجي فيه الثوب سامبل. مثلا الا كان توب سامبل راه كدير ليه الزواق. الا كان توب مثلا فيه الالوان يعني راه من الاحسن تخدميه خدمه سامبل، خدمه خفيفه. يعني راه واخا دير ليه الزواق ما غاديش يجي باين فيه. الزواق كما قلنا دائما سواء كان طرز او زواق المعلم ديال مثلا زواق المعلم بالبرشمان او الطرز الرباطي. يعني راه كيبغي التوب يكون سامبل. يعني كما كان التوب سامبل كيبان فيه الطرز وكيبان فيه حتى الزواق. كان التوب فيه الالوان يعني من الاحسن غديري ليه خياطه سامبل عاديه. يمكن ديرها بالبرشمان سامبل او ديرها بالراندا سامبل او ديري شي خياطه خفيفه في زواق المعلم مثلا كتجيب الدبانه وكتجي فيها الخدمه خفيفه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كنشكر الناس اللي كيخليونا تعاليق. تحيه كبيره لكم كاملين. اللي باقي ما اشتركش معنا في القناه اشتركوا معنا وانضموا للعائله ديال قفطان جلابه دران، باش تبقاو دائما تستافدوا من موديلات جداد، لا من ناحيه الاثواب لا من ناحيه الخياطه. شكرا لكم على المتابعة، وما تنسوش خلوا لي تعليق وخليو ضغطوا على زر الاعجاب باش الفيديوهات يزيدوا ينتشروا وتشافوا الأكبر عدد ديال المشاهدين. تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.